ابيض بالصلاه على النبي يا وجهه. عليا افضل الصلاه والسلام يا سيدي المعلمين. ايه الحلويات دي؟ انت بتعمل ايه كده؟ انا شايف انت كده شغال في رز ولا شغال في ايه بالظبط؟ يا واجهة البلد احنا هنزرع ذره زي ما انت شايف كده. اللهم صل على النبي. واجهة البلد بنفسه اللي بيروي. طب انت بالنسبه للميه زي ما انت شايف كده، انت حطيت حاجه في الميه ولا حاجه للذره؟ والله يا واجهة البلد انا عارف انت عاوز تقول ايه. ايوه. علاج الدوده. ايوه. الدوده بقالنا 5 سنين مش لاقيين لها اي حل خالص. طب ايه حلها يا وجهه؟ والله حطينا جاز، ولما بنزرع الذره برضه رشينا برضه شطه في الرشاشه، ومش لاقيين لها حل خالص يا واجهة البلد. احنا بنقول الناس اللي هم متعلمين، الجماعه بتوع الارشاد الزراعه، الناس دي متعلمه وتفهم عننا. احنا بقالنا يجي ازيد من 5 سنين الدوده مش عارفين لها اي حل. طب احنا ما بنتكلمش الارشاد الزراعي ليه يا وجهه؟ والله هو احنا محتاجين اللي احنا نقول ده الذره دي زرعه اقتصاديه بنستوردها من بره وبندفع لها بالغالي. احنا لو نجحنا في الزراعه دي، زراعه الذره، نقدر ندعم الدوله ونوفر عنها العمله. فالارشاد الزراعي دي كل واحد في مكانه لازم يتحرك. انا راجل فلاح بنزل ارضي وبزرع عشان خاطر الدنيا تمشي. هو بما انه راجل موظف لازم ينزل ويرشد، دي شغلانته. واذا نجح الفلاح نجح اقتصاد ايه؟ العالم. اللهم صل عليك يا الزراعة. وجهه. واجهة البلد. اللهم صل على النبي يا وجهه البلد. اللهم صل على النبي.